ده الريف الاسكتلندي شمال بريطانيا يا جماعة. العاصمة الجبلية الطبيعية. شايفين اللي أنا شايفه؟ ده لسه وأنا في الطريق. يا لها من روعة. ده الطريق إلى اسكتلندا. أمال لو دخلت العاصمة؟ أهلا بكم في عاصمة القلاع والقصور. أظن اللي يجي بريطانيا وما يزورش اسكتلندا هيفوتوا كتير. احنا النهاردة في واحدة من أجمل العواصم والمدن المحبوبة للسياح في أوروبا، أدنبرا عاصمة اسكتلندا. ايه رأيك في اسكتلندا؟ عجباكي؟ احلى من برمنجهام؟ هي حلوة خالص. انا بحب the way ده هو historic كده. صح، تحس ان هي كده مباني عريقة. ويليام ذا كونكر كان the king of Normandy، ودي كانت جنب اسكتلند. هو كان بيبني مباني بكل حاجة في اليو كي وفي نورماندي. في شوارع كده هناخدكم ليها النهاردة بتلم معظم المعالم السياحية، زي مثلا شارع فيكتوريا ستريت. الشارع ده يا جماعة بيشتهر بمحلاته الملونة. الناس بتيجي مخصوص هنا عشان تتصور فيه. أول معلم سياحي لازم تروح تزوره، وخاصة لو معاك أطفال، هيكون معرض هاري بوتر. خلونا ناخد جولة. انت عارف الكيو ده كله على فكرة محل هاري بوتر ده المكان اللي هو اشترى يعني الحاجات يعني الوانز والبرونز والكولدرنز دول يعني هنا تبع ده المتحف بتاع هاري بوتر. ده يعني officially licensed، يعني ده كل الحاجات اللي هم استخدموها جوه ده. والناس كلها دي واقفة عشان تدخل. لانه يا نهار ابيض، ده ممكن يكون واحد من اشهر كتب في العالم. اشهر الكتب في العالم واحد. وهنا مهتمين قوي بهاري بوتر ده. انا شايفه عبد الرحمن رايح واقف في الكيو. طبعا هو بيتفرج على قرأ قصص عبد الرحمن. انت عايز تتفرج عليه قوي كده؟ انا اتفرجت عليه وقرأت الكتب بتاعتهم، بس ده هيطول قوي يا عبودي. انا استنى الكيو طويل. عادي يعني. الله يعينك، هنسيبك ونمشي. أدنبرا مليانة معالم سياحية، عشان كده الناس بتجيها من كل بلاد العالم. اسكتلندا عامة بيزورها في الأجازة الصيفية تقريبا 4 ملايين سائح، وأكتر الدول زيارة لاسكتلندا هم الأمريكان وبعديهم الفرنسيين. عشان كده واحنا ماشيين كنا بنخبط في الفرنسيين، لأن الأمريكان غالبا بيجوا في الصيف. طلعتوا؟ كنت صورتوا جوه؟ عبد الرحمن بيقول عادي ان هم يقفوا هنا ساعتين عشان يدخلوا الكوفي شوب بتاع هاري بوتر. عادي يقعد ساعة هنا واقف عادي، لكن تقول له يلا نروح نصلي في الجامع ليه كل يوم؟ فيكتوريا ستريت يا جماعة في جراس ماركت للناس اللي مش عارفة بالظبط هو فين. ودي القلعة هناك ورايا الناحية دي. وتاني معلم من المعالم المميزة هنا في أدنبرا، سلالم كده الناس بتطلع عليها بتصور القلعة من بعيد. لا مش دي، تعالوا معايا. أول ما توصلوا عند كوفي شوب اسمه كيك آس كوفي. عيب والله اسمها كده، اسمه كده، اسم الكوفي كده كيك آس كوفي. مش هحط أنا الترجمة، أنتوا تخشوا على جوجل ترانسليت وترانسليتوا مع أنفسكم. النهارده تاني يوم رأس السنة. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. واو. الناس كلها طالعه واقفين، تلاقي كل واحد حابب براند معين تلاقي واقف قصاده، وطوابير، وبقالهم ساعتين واقفين 3 ساعات. في ناس جايه من قبل ما الشمس تشرق واقفين عند المحل عشان يكون اول واحد يدخل، لان الاسعار بتبقى رخيصه جدا النهارده تاني يوم راس السنه. المباني هنا خطيره جدا. انا اول مره اشوف مباني بالفخامه دي. العاصمه كلها ادنبرا تقريبا كلها، حتى بيوت الكونسل
مباني قديمه كده، تحس ان انت قاعد في شارع طلعت حرب عندنا في مصر، يعني ده تشبيه يعني. لكن مباني جميله جدا، يعني قديمه تاريخيه كده، تحسسك بالفخامه والاصاله. الناس بتيجي هنا بالرغم ان الجو برد. انتوا عارفين النهارده درجه الحراره كام؟ -3. انا واقف دلوقتي في -3. ربما بالنسبه للناس ان هي يعني ايه -3، بس هي برد برد بجد برد. ده منظر لادنبرا كاسل بس من الخلف. ان شاء الله لو في فرصه نطلع ونوريه لكم. ويلا بينا على المكان التاني، بس قبل ما نروح وناخد لكم لقطه للسلالم اللي منها الناس بتاخد صور للانستجرام. ادونا بقى لايك يا جماعه ويلا بينا. هم بيقولوا انه التصوير من المكان ده جميل جدا، بيظهر معاك الكاسل من بعيد، فخلينا نشوف. ليتس جو. على اخر سلم. يا الله. هير وي جو. تان تراران. تعبت. طلعنا كل السلالم دي يا بابا. ايه رايك يا حمزه في التريب ده؟ عجبك؟ تكرره تاني؟ عارفين هنا برضو في اسكتلندا الميه بتاعت الحنفيات تعتبر من انظف ميه في بريطانيا. شفتوا؟ انا مثلا اولادي كلهم لو عايزين يدرسوا في الجامعه هدفع لهم 100,000 جنيه استرليني. 100,000 جنيه ممكن 200,000 جنيه استرليني، لان السنه ب20,000، الطب ب20,000. ايوه يبقى 80,000. 20,000 في السنه. واو. شوف انت عندك مثلا 4 عيال، ربنا يرزقهم يا رب، يدعوا لهم ان هم يدخلوا طب. تمام. أي حتى والله لو كان مدرس برضه. انا مثلا عملت ديجيتال ماركتنج، دفعت 10,000 جنيه في السنه، فتخيلوا الطب 20,000 30,000 في السنه، فانا ممكن ادفع لي 300,000. يعني ده راس مال، صح؟ احنا ممكن نستثمر راس المال دوت حسب كل واحد. في اسر فيها 10 عيال، في حاجات مشجعه، في حاجات مشجعه. تعالوا على اسكتلندا، اولادكم كلها تدرس مجانا. فكره. يلا. يا انس، شايف الشجر اللي ورا دي؟ بتفضل كده منوره. هي بتفضل منوره. هي دي مزروعه على فكره في الارض. عارفه؟ عارفه في الكريسماس، عارفين يا جماعه في الكريسماس بيرموا كميه شجر بالهبل. الناس بتوع حقوق النباتات فين؟ الناس اللي بيعلقوا يفط على الاشجار الكبيره، ممنوع تقطعوها وحرام تقطعوا الشجر. فينهم من الشجر الكريسماس ده؟ بيبقى مالي الشوارع بعد الكريسماس. كل بيت بيجيب شجره زي دي كده ويحطها قدام بابه بعد ما ينتهي منها. يعني يقطعوها يشتروها بفلوس يروحوا رامينها في الشارع. بعد يومين يروحوا 3 ايام يروحوا رامينها في الشارع. كميه شجر بيترمي في الزباله، والله ده حرام. هل هم زارعينه ولا هو طالع كده؟ لا ما اعرفش هم زارعينه ان بيربس ولا هو طالع كده، بس ده في الاخر يا انس بيقطعوه كله ويرموه. الله الله، يعني ده كله بيترمي في الزباله. بالرغم ان الدين الاسلامي يعتبر اكبر ديانه بعد المسيحيه في اسكتلندا، يعني ممكن عدد المسلمين دلوقتي وصل 100,000 او اكتر كمان، لكن تواجد المسلمين مش قوي في ادنبرا على فكره. لو انتم ملاحظين احنا بنصور لكم في السوق اهو، وده بازار، واي مدينه بيكون فيها بازار بتلاقي المسلمين بيحبوا الاجواء دي وبتلاقوها مليانه مسلمين. بس انتوا لو بصيتوا هنا هتلاقوا نادر. نادر. في هناك اسره يعني مثلا 5% في اسره هناك 5% مثلا. في اسره واحده واحنا التانيين مفيش حد تاني. انا عارف انه في عرب كتير جدا هنا، طلاب خاصه، واحنا قابلناهم في الشارع، واحنا مره مروحين قابلناهم في الشارع بالجلابيه، لكن طلاب بس ما لهمش تواجد. ما اعرفش ليه، ما اعرفش. الناس مثلا ما اعرفش، ممكن كلهم رجاله مفيش ستات عشان نعرف يكونوا لابسين حجاب مثلا فنعرف انه في مسلمين هنا. يلا بينا اهو بنستفاد، بلد جديده دخلناها. احنا مستمتعين جدا يا جماعه ان احنا بنصور لكم، وفي نفس الوقت احنا مستمتعين ان احنا دخلنا ادنبرا. ادنبرا بلد جميله، بلد فيها نوع من الرهبه، يعني القلاع والجبال والكده، تحس ان انت في نوع من الرهبه كده، في نوع يعني تحس ان انت ماشي في حاجه كده عريقه. بتفكرنا بتركيا واجواء تركيا. وشايفين الشوارع اللي هي بالطوب دي في كل مكان هتلاقوها هنا. عيبها الوحيد ان هو يفكك الكاوتش العربيه. شايفين الزحمه على الباصات؟ هنا في اسكتلندا اقل من 22 سنه بيركبوا الباص مجانا.
واكتر من 60 سنه بيركبوا الباصات مجانا، فبالتالي تلاقوا في زحام على الترانسبورتيشن. مفيش بقى زينا اشتري باس للولد عشان رايح المدرسه مجانا يعني العيال كلهم يروحوا المدارس مجانا اللي عند بس يدخلوا الجامعه الاي دي. لا هنا بس يركب الباص، شاور للباص يركب يروح اي مكان في اسكتلندا ببلاش والله فري اوف تشارج. رويال مايل ده من اهم الشوارع في ادنبرا. زي الكوربريشن ستريت عندنا في برمنجهام، زي مثلا اوكسفورد ستريت في لندن. فالشارع ده اللي هيمشي فيه هيكون يتفرج على معظم المباني الأثرية في أدنبرا. الشارع ده كله معالم سياحية، وده من أهم الشوارع. الواحد بيمشي كده فيه مستمتع جدا، حب كافيهات ومطاعم ومحلات براندات كبيرة. تمام. حتى بنك اوف اسكتلند المشهور عندنا في انجلاند كان ليا الفرصة ان انا اعدي عليه. المنظر خرافة. ده المبنى يعتبر في الاولد تاون. ادنبرا منقسمة الى قسمين، اولد تاون ونيو تاون. وشارع طويل جدا على فكرة، يعني ممكن عشان تمشي يعني ممكن تلت ساعة مشي بدون توقف، يعني بدون ما تقف عند المحل ده او عند المكان ده، بس مشي تلت ساعة. فعليكم بالرويال مايل. الاسعار هنا في اسكتلندا مرتفعة الى حد ما. يا ما شفت الراجل اللي لانها هي وجهة من الوجهات الاوروبية، فالسياح العرب لما يجوا هنا لازم يعملوا حسابهم في فلوس كتير عشان يستمتعوا برحلتهم السياحية. وعلى فكرة الواحد محتاج من 5 ل7 أيام على الأقل عشان تستمتعوا بجمال السياحة هنا، وعشان تاخدوا جولة ترفيهية في كل المدن. ادنبرا مش بس هي المدينة السياحية، في مدن كتيرة بس أنا ما كانش عندي وقت. الواحد لما يجي إلى ادنبرا أحلى ما فيها إن أنت تتمشى في شوارعها الكلاسيك دي، يعني تروح تقعد تشرب كوفي في أي مكان أو تاخد قهوتك وتتمشى في المناطق في الشوارع الأثرية دي. هو ده أفضل شيء تعملوه في اسكتلندا. الواحد عمال يتدفى في القهوة من البرد. أنا ما لقيتش تواجد كبير للمطاعم العربية اللي هي زي عندنا في إنجلاند. تعالوا أوريكم ليلى كوفي شوب أهو. مش عارف ليلى منين. ليلى ده اسم كوفي شوب، بقى مكان سياحي. الناس اللي بتيجي وخاصة العرب اللي يجوا اسكتلندا وادنبرا تحديدا يجوا. النهارده انا هجيب لك قهوتك من ليلى كوفي شوب. النساء هنجيب لهم من ليلى، الرجاله هنروح نجيب لهم من كيك. خير ما فعل. واو، تعالوا شوفوا المكان ده. شايفه المكان ده؟ شايفه المطعم الحلال اللي هنا اللي في الكورنر ده؟ للاسف ليلى طلعت بتبيع خمور، والشكل الخمور خلت الواحد يكتئب، فطلعت فصلت. مش هجيب لك انا القهوه بتاعتك من هنا. تعالي هعوضك، هوديكي مكان جميل كده. ادينا بنتمشى في البلد الجميله دي. والله اكتر حاجه عجباني هنا شوارعها. يعني انا لو جيت هنا مش عاوز ادخل مكان، عايز افضل اتمشى في الشوارع، يكون الجو جميل، الواحد يتمشى كده ويستمتع. ده بيعملوا لك كيك، وده كوفي شوب برضه هوم ميد كيك بس قديم جدا، يعني مئات السنين. المحل ده في المكان ده ساوثرن كروس كافي. زنجة بيت دار. ودلوقتي هنروح نتمشى في اشهر شارع في اسكتلندا، وهو شارع برنسس ستريت، بس ناقصه نهر التايمز وتبقى كأنك في لندن. الشارع ده يا جماعة فيه متاجر ومولات ومتحف ادنبرا الفني الشهير. أو تيجوا هنا مثلا، ممكن لو ميزانيتك تسمح تسكن في فندق بالمورال الأثري. تخيل كأنك ساكن في قلعة من القلاع دي. الفندق ده سكنوا مشاهير العالم زي كاتبة سلسلة هاري بوتر جي كي رولينج. الفندق ده في كل وقت شكله حلو صبح وليل، واللي يميز الفندق الساعة الأثرية اللي عليه، ليها قصة على فكرة. اوه ماي جاد، دي مخيفة جدا يا جماعة. أنا ما أقدرش أوديكم هناك، أنا ما أقدرش. هي اللي اتوقعت.
زيها في برمنجهام. الناس كلها بتمشي في المكان ده. شايفين الامم من كل البلاد، العرب اكتر من الاجانب هنا على فكره. بس في حاجه لفتت انتباهي يعني بشكل غير عادي، انه الخمارات في ادنبرا سيتي سنتر اكتر من المطاعم. كل كافي شوب ندخل عشان نشتري منه قهوه نلاقي خماره. يعني الخمارات في كل كورنر. شفت السلم قد ايه؟ يا الله، يعني ممكن 10 دقايق الواحد يطلع على السلم قبل ما يوصل للاخر. عشان تعرفوا زمان الناس كان فيها صحه. تعال انت شايفاه، عرفت تجيبيه؟ شايفين يا جماعه ده ويفرلي ماركت، معمول تحت الكوبري، وممكن عن طريق الماركت ده تروح على الترين ستيشن. دي من معالم اسكتلندا. يلا بينا نكست. واحنا دلوقتي يا جماعه قدام نصب تذكاري لواحد من الكتاب المشهورين هنا في اسكتلندا، وده يعتبر يعني اكبر نصب تذكاري في العالم مخصص لكاتب. ممكن 200 قدم، ممكن في حدود 65 متر. وده هم عاملينه عشان يكرموا بيه بقى اعمال المؤلف الاسكتلندي السير والتر سكوت. ممكن الناس اللي حابه تطلع عشان تصور البلد من فوق، في ناس بتطلعوا سلالم زي 300 درجة كده. ده اللي حابب بقى يعني الاستمتاع بالإطلالات المبهرة على إدنبرا. بس هو كل ما تطلع كل ما يبقى الطلوع صعب، يبقى ضيق ويبقى مرتفع فيبقى صعب جدا. وبيقولوا انه المكان ده يعني فيه قبر للكاتب والكلبة بتاعته. بجد الكلبة اللي هي دوج شكله جميل والله، وفي نفس الوقت شكله مخيف. احنا بنتفرج وبنستمتع بالجو، ما علينا باي حاجه ثانيه. الاجواء جميله بس برد صراحه. انتوا لما تيجوا هنا لازم الواحد يلبس 1 لاير 2 لاير 3 لاير 4 لاير، ولازم بدل البنطلون بنطلونين 3. يعني لازم. هنا في مطعم هندي مشهور اسمه التوك توك، بس انا مش هروح اكل فيه، بس انا بقول لكم عليه لو حابين يعني تيجي. اقول لك التوحيد والنور الناحيه دي. هاتي اللوحه. توحيد اهي، توحيد اهي. ده يا جماعه طار من المرجيحه. هل انا استنى عبال ما صاحبه او صاحبته تنزل واديه لها، ولا عادي ارميه اسيبه مرمي على الارض؟ ها؟ لا انا بفكر اطلع لها فوق. شايفه معلق ايه على الازاز؟ اسكتلندا ليها موقف مشرف طبعا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. قدموا اقتراح لمجلس العموم البريطاني بيدعو فيه الحكومه البريطانيه بالاعتراف بدوله فلسطين كدوله مستقله، وطلبوا منهم ان هم يفتحوا لهم سفاره في اسكتلندا. فده موقف مشرف صراحه. يعني انت هناك ما تحسش ابدا انه في عنصريه. Free Palestine! Free Palestine! صباح الخير. ده يومنا الثاني في ادنبرا ان شاء الله. النهارده ناخدكم لادنبرا كاسل، قلعه ادنبرا، وده من الوجهات المهمه هنا في ادنبرا. انت تيجي ادنبرا ما تروحش القلعه وتطلع من فوق وتصور البلد من فوق، يبقى انت كانك ما زرتش ادنبرا. يلا بينا ان شاء الله تكون رحله موفقه باذن الله. اهي دي تحس القريه اللي انت عايزها. Came across the National Museum of Scotland. ده المتحف يا جماعه. تيجي ادنبرا لازم تدخل المتحف ده. الميوزيوم بتاع ادنبرا ده اللي بيحكي قصه وتاريخ اسكتلند. وطبعا انا مش لاقي في التاريخ، فيلا بينا على القلعه. هنا السيتي سنتر يا جماعه مشهور بالمباني التاريخيه والبارات والمطاعم والكافيهات ومحلات السوفينير. يعني ايه سوفونير دي اصلا؟ دي اللي هي بتاع السيكرز والهدايا والحاجات. لا على فكره يا جماعه ما حدش يفهمني غلط، انا مش طالع من الخماره، انا بس بعمل كده برسم الدور. اسكتلندا بتتميز بكره القدم، بيحبوا كره القدم هنا، وبيحبوا الخمر كتير والموسيقى. وتلاقي ناس بتعزف في مرتفعات، يعني جنب القلاع والكاسلز والكنائس الكبيره تلاقي واحد تحت لابس الزي وعمال يعزف. والخمره الويسكي هنا بيموتوا فيه يا جماعه، مش عارف ليه، بس احنا مالناش دعوه. انا بس بقول لكم هي بتتميز البلد بايه واهلها بيحبوا ايه. في حاجه هنا بقى برضه في اسكتلندا مشهوره عندنا، واحنا من انجلاند واحنا بنحب ناكلها، اللي هو البيض الاسكتلندي، سكوتش ايج. السكوتش ايج دوت بيبقى عباره عن بيضه مسلوقه وعليها حشو، ودي بتبقى زي العجين كده. هم ساعات بيعملوا عليها بيخلطوها بالبورك، تمام، لكن برضه محلات تانية بتعملها بس بالعجين من غير البورك. البلد دي متخصصه في الحاجه دي،
بس انا بحثت عنها عشان اصورها لكم، لقيتها غالبا بتتباع في الخمارات. يحبوا ياكلوا البيضه دي كده وبعديها ويسكي على طول. يلا بينا. ليه انتوا بتبصوا على ايه بقى؟ تعالوا اوريكم طريق مختصر للقلعه، بدل ما تروحوا تركنوا في اخر الساحه اللي عند الكافي شوب اللي احنا لسه متكلمين عنه، تطلعوا السلالم الطويله دي او تاخدوا عربيتكم 10 دقائق قبل ما توصلوا هناك. تعالوا من الشارع بتاع فيكتوري ستريت اللي هو فيه هاري بوتر ميوزيوم، في دخله كده محدش يعرفها غير انس في اللي هي أدنبرا. فين؟ تعالوا اللي هي هناك دي يلا. تطلعكم على طول على القلعه. تعالوا شوفوا اللوحه السريه اللي الناس خبتها بالستيكرز. تعالوا، اللوحه متغطيه بس مكتوب عليها ليدنج تو هناك الكسر. يلا بينا. انا احب الاجواء دي قوي، سامع الصوت؟ الاجواء القديمه. سامعين الموسيقى؟ مش قلت لكم هي بتكون جنب المرتفعات؟ خليني اخدكم اوريكم. طب يا انس انت عارف الساعة دي لإيه؟ لا انا مش عارف الساعه دي ليه. هنا المباني القديمه كان دايما بيتحط عليها ساعات. ليه؟ لانه ما كانش في متناول الشعب ان هو يجيب يلبس ساعه. الساعات اول ما نزلت كانت ب 2000 دولار 3000 دولار غالية. زمان، من زمان، وكانت 2000 دولار. ايوه يعني كانت حاجات غاليه جدا، ما يقدرش اي حد يجيبها. يعني كان ممكن يقول لك 6 ساعات في برمنجهام، 6 اشخاص بس لابسين ساعات مثلا، كان زمان كده. فبالتالي يروحوا عاملين لهم ساعات زي كده عشان الشعب يعرف. والناس كانت الحتت دي كلها بتبقى اسواق وكشاك صغير الناس بتبيع فيها حاجات. فاصحاب المحلات والناس يبقوا عارفين من الساعه كذا للساعه كذا. وهنا بترن، يعني عند كل ساعه معينه تلاقي الكنيسه الجرس بتاعها بيرن دين دين. حتى الساعه اللي عندنا في وست بروميتش في برمنجهام الى الان ما زالت بترن. هنا في بريطانيا لما محل يفتح جديد يجيب قصاده واحد يلفت الانتباه، أراجوز بقى، أي حد يجيب واحد يتنطط، واحد يقف كده ويعمل نفسه صنم عشان يلفت الانتباه. فالناس كلها تيجي تشوف ايه اللي بيحصل، فتقول واو ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ ويروحوا باصين على لوحه المحل ويدخلوا. فده محل كبير لبيع الخمور، جايبين الراجل ده لابس هدوم الاسكتلنديين زمان. انا لما شفته افتكرت بامسي. شوفوا يا جماعه احنا جايين نصور لكم القلعه، قلعه ادنبرا. فايه اللي لفت انتباهنا؟ الارانب. ارانب اهي. اهي دي ارانب بريه. انزل امسك لك ارنب؟ يا انا اصلا ما بحبهمش. دايما احنا ماشيين ورا بطننا عشان احنا بقى نعمل ريفيو فطلع لنا الارانب هنا، بس المشكله ان امل بتقرف منهم جدا. تعالوا نصور لكم القلعه. أهلا بكم في اسكتلندا. امل اصيبت ببركات قلعه ادنبرا. دي معناها انت انسانه مرزقه. مرزقه ايه؟ هو انا مش مرزقه غير بالبيبي؟ استغفر الله العظيم. احنا دلوقتي قصاد قلعه ادنبرا. الدخول هنا الواحد بيدفع 15 جنيه او 20 جنيه للنفر ويدخل. انا ما رضيتش ادخل لاني انا ما فيش قلعه في بريطانيا من ساعه ما دخلتها. دايما اتصور من بره، مش عندي خلق ادخل ابص على نفس الحاجات اللي انا ممكن ابص عليها صور كده عاديه. شوفوا فوق مفيش غير مدافع ومفيش غير سجن كبير، يعني مفيش حاجات كتير مهمه جوه الواحد ممكن يستمتع بيها. وبالدليل ان هم عملوا هناك مقاهي وحاجات، يعني انت ممكن تروح وتشرب وتقعد وتستمتع بالقهوه داخل الكاسل. الناس اللي عندهم ميموريز هم اللي ممكن يقدروا يدخلوا. بس انتوا تعالوا لما تيجوا هنا، لما تيجوا اسكتلندا لازم تعدوا على الكاسل دي. يعني هتلاقوا الناس كلها بتقول لكم تعالوا تروحوا الكاسل. وهتشوف اكبر جزء من اسكتلندا من فوق لان احنا في مكان مرتفع. القلعه كلها مدافع، ودي كانوا بيستخدموها زمان بان هم يحموا بيها انفسهم. هنا كان في سجن كبير جدا، الناس ما كانتش بتنام على سراير، كانوا بيناموا على السرير اللي هو بيتربط ما بين شجره وشجره، ليه اسم كده زي السرير المتحرك وماشيه كده باحبال مربوطه. كان هي الزنازين عباره عن كده. من عادات الاسكتلنديين من زمان قوي لما كان في تجاره وسفن وبحار كانوا بيضربوا المدفع الساعه 1 الظهر. قبطان السفينه وهو ماشي في البحر
يسمع المدفع ضرب يعرفوا ان دلوقتي الساعه 1 الظهر. بيكون عندهم بقى ايه نظام، يعني الساعه 1 الظهر احنا هنوصل امتى، هنيجي امتى، هنطلع امتى، بتوقيت. فهم فضلوا على العاده دي ساعه ما بداوا يضربوا المدفع لعند النهارده هم بيضربوه. وبقى الاسكتلنديين بيعتبروه زي عندنا احنا في مصر مدفع الافطار، الساعه 1 يستمتعوا بصوت المدفع. فاحنا جينا اهو دلوقتي فاضل اقل من 10 دقائق نسمع صوت المدفع ونسمعه لكم. لو احنا بقى دخلنا كان ممكن صورنا لكم الضابط وهو بياخد القذيفه وبيحطها في المدفع وبوم، ويلا انتظروا نسمع البوم. ده نهر ايه يا انس؟ ده نهر الليث او ليث، ده اطول نهر في اسكتلندا. في ممشى الناس بتروح تتمشى عليه 7 ساعات و15 دقيقه بالظبط عشان تتمشى عليه. بس الناس اللي بتحب المشي هتستمتع جدا. ليه بقى؟ لان النهر ده كله معالم سياحيه احنا ممكن نروحها بالعربيه، نركن وننزل نتفرج، فاللي يتمشى هيجيبها كلها. بس انت بقى عايز تفطر فطاره حلوه وتشرب كوبايه القهوه بتاعتك وتشيل شنطتك وكاميرتك على كتفك وتطلع تتمشى وتصور لو انت من محبي التصوير. 20 second. No. Wait 20 seconds. يصوروا كلهم فوق. Everyone's here to see it exploding. Everyone. ما اعرفش لا هي زحمه، لكن هي في الحقيقه سكان اسكتلندا اقل بكتير من سكان انجلاند. الزحام بتكون بس في الاماكن السياحيه اللي زي كده. بس لو قارنا ادنبرا كمدينه بمثلا برمنغهام او لندن، الزحمه عندنا هنا ما فيش زحمه، هنا في دلع. انا في نيو يير في عز الزحمه والشوبينج وكده وماشي بالعربيه عادي، العربيه ما وقفتش في طابور زحمه، العربيات ماشيه بقف في الاشاره بس. فدي حاجه حلوه. وهنا على فكره يعني اسكتلندا على فكره يا جماعه في حاجات كتير فيها حلوه. هنا مثلا التعليم في اسكتلندا بيهتموا، عندهم تعليم الطفل اولا قبل كل شيء، تعليم مجانا من الحضانه لعند ما تتخرج من البكالوريوس. وهنا مثلا في الفصول بيقعدوا 10 في الفصل، غير عندنا مثلا في برمنغهام ممكن 35 في الفصل الواحد. تخيلوا في الفصل الواحد، مش السنه الدراسيه كلها، السنه الدراسيه كلها ممكن يكون 150 200 يعني في المدرسه، لكن في الفصل الواحد ممكن يقعدوا 10. فهنا بيهتموا قوي بتعليم الاطفال. وممكن برضه عشان مش عندهم سكان كتير. فلو في فرصه تعالوا عيشوا في اسكتلندا. انا سالت امبارح واحد سوداني قلت له انت ايه اللي مقعدك في جلاسكو؟ بيقول انا من فتره هنا في جلاسكو. قال لي لان انا اولادي بيتعلموا مجانا لعند الكليه. شايفين يا جماعه الطريق زحمه ازاي، والعربيه دي ماشيه وسط الناس من غير ما يضرب زماره واحده، والناس متفاهمه. طب انتوا مش ملاحظين بالله عليكم انه في ادنبرا واسكتلندا المباني هنا لونها فاتحه مايله للون الرصاصي؟ شوفوا كل المباني حتى بيوت الكونسل اللي احنا صورناها لكم امبارح تحسوا ان كلها رصاصي، لان هنا بيبنوا الطميه بتاعتهم فاتحه، غير عندنا في انجلاند الطميه لونها حمراء. حتى البيوت بتاعتهم بيبنوها بالطوب الاحمر. دي يعني ايه، انا بديكم اهو معلومات عن اسكتلندا، لان انا اصلا من اسكتلندا. انا أيوة اصلا صح. اساسي من اسكتلندا. هم اسكتلندية. ايوه، فادونا لايك، واي حد عايز يجي اسكتلندا يبعت لي رساله عشان اظبط الدنيا. دي كلها كده خمارات. ابني عبد الرحمن بيقول لي ده كافي الاندلس، قلت له عادي بتوظف كافي الاندلس كله خمره، هنعمل ايه؟ لا هنا كل دي على اليمين وعلى الشمال خمارات، ومش بس هنا، المدينه كلها. ايوه ده حقيقي. شفتوا؟ فانت لما تيجي يبقى اعمل حسابك معاك الزمزميه فيها قهوه كده وقهوه عربي. لا في هنا قهوه برضه صح؟ لا فيها قهاوي كتير، في كافي شوبس كتيره جدا. واحد بيقول عيب تحضن مراتك في البابليك. طب ما ده اوكي. ليه اوكي؟ مش لاقيين يحضنوا بعض غير في البابليك. دول الناس اللي هم مرضى النفوس، هم اللي بيقولوا كده. احضن مراتك في البابليك، ايه المشكله؟ هو كائن عيب؟ هو انا بعمل فعل فاضح؟ لا تلاقيه ما بيحضنهاش في البيت، هيحضنها في يعني البابليك. هو ده بقى اللي بيقول لا يجوز. عند العجوز. ايوه عند العجوز. شوفوا يا جماعه اسكتلندا كلها معالم سياحيه، يعني احنا على شمالنا هنا الميوزيوم، على يميننا اللايبراري هنا في الشارع، ففي كل خطوه في معلم سياحي. هنا انتوا يا جماعه لو مش عارفين المعالم السياحيه، ايزيلي جدا تركبوا باص من الباصات ديت، تبدا من 15 جنيه، بياخدوكم لفه في المدينه، يعرفوكم الاماكن السياحيه. شايفين الناس
مش عايزه تعدي من قدام الكاميرا مع ان انا واقف في طريق مشاة، بيلفوا من ورا الكاميرا مان وبيعدوا، ناس محترمين جدا. نكمل موضوعنا. وفي شيء تاني، لو انتوا عايزين تعرفوا معلومات اكتر ممكن تحجزوا مرشد سياحي. هنا مرشدين سياحيين كتير جدا. لو انت عايز تتعلم اكتر مثلا عن هاري بوتر مثلا، يشرح لك المتحف ده فيه ايه، او الشارع ده ايه، او ايه المبنى ده، ممكن تاخد لفه سياحيه. يقول لك مثلا اللفه السياحيه بيقول لك هتمشي من الشارع ده للشارع ده، وخلال الشارع ده يقعد يشرح لك عن كل حاجه وعن تاريخ اسكتلندا. ودول ناس بيكونوا اسكتلنديين اصلا، بيكون عندهم معلومات ممكن حتى مش مكتوبه على الانترنت. وساعه المرشد السياحي دي بتبدا من 15 جنيه استرليني، وانت طالع ممكن توصل لعند 150 جنيه حسب بقى المعلومات اللي هيديها لك صاحب حسب ما يديها لك المرشد السياحي ده. وبيبقى ليهم مواقع اونلاين قبل ما تيجي، ممكن تحجز معاهم يوم كذا الساعه كذا، والناس هيبقى لهم ريفيو. فدي معلومه مهمه ممكن تحطوها في بالكم قبل ما تيجوا لاسكتلندا. حبيبه تعالي قولي لي يا حبيبه، اسكتلندا احسن ولا انجلاند؟ بصي للمشاهدين الكرام. اسكتلندا. ليه اسكتلندا احسن؟ شكلها احلى. شو صوري بقى الراجل اللي لابس الجلابيه ده بسرعه. وانا قلت لك البس الجلابيه وانا بعمل اللفه السياحيه دي. قلت لنا ما ينفعش وانت في بريطانيا تلبس جلابيه ايه؟ طب الجلابيه بتاعتي احسن ولا الجيبه اللي هم بيلبسوها هنا في اسكتلندا؟ طب انا ممكن ارفع لك الجلابيه لفوق واربطها بحزام وتبقى جيبه، ايه المشكله؟ ايه الفرق يعني؟ والله احنا لازم نعتز بمنظرنا وشكلنا وبثقافتنا اللي احنا اتربينا عليها. يلا بينا. ليتس جو. السنسور مش راضي يشتغل عشان الجو برد. دي مدافع فين؟ هناك عاملين يعملوا يلفوا حشيش. فين؟ ورا اللوحة. اوه بنت وولد؟ بنتين يعني. انا شايف العادات عمالين يشربوا مخدرات. شوفي انس سايبين المكان ورايحين يقعدوا فين؟ لانهم بيعملوا حاجة غلط. ده هوتيل في قلب السيتي سنتر للي عايز يقعد فيه، خطير وفخم وراقي جدا. فاخر من الاخر. فاخر من الاخر. بس هز جيبك كده وتعالى ولا يهمك يا باشا، نتمنى لك اجازة سعيدة. ايه اللي لفت انتباهك في البلد دي يا انس؟ انه الشعب الاسكتلندي تحس ان هو مور بولايت. والله. وفي حاجه كمان، ان انا من اول ما بديت رحلتي في ادنبرا ما فيش حد بص لي بصه غريبه كده عشان ان انا بصور او اتضايق ان انا بصور. ما فيش حد وقفني قال لي ممنوع التصوير، مع ان احنا في المولات اهو. فاكر في برمنجهام يقول لي سوري ده كل مول ادخله يقول ممنوع التصوير هنا. ف يعني منفتحين متقبلين فكره التصوير، او ربما لان مثلا ادنبرا مدينه سياحيه، ما اعرفش. اكتبوا لنا في التعليقات لو انتوا عندكم الاجابه. خلصنا جولتنا الجميله. شوفوا يا جماعه، الجوله كانت جميله، المول خطير، في براندات حلوه جدا. المول على فكره في كل طابق في مطاعم. انفلونسر مشهورين جدا، طباخين مشهورين زي جوردن رامزي مثلا عنده مطعم هنا. شفتوا بقى؟ فمول جميل جدا يستحق ان انتوا تزوروه انتوا والاولاد. بس ما لقيتش فيه كيدز اريا عشان الاولاد دول يلعبوا، واخدين بالكم للي معاه اطفال. ما فيش كيدز اريا هنا، مطاعم وتسوق. تمام. وخمارات. وطبعا ده ادنبرا بين كل محل ومحل خماره للاسف الشديد. شوفوا يا جماعه، بالنسبه للسكن، غالبا السكن في اسكتلندا غالي بعض الشيء، بس هو اغلى من برمنجهام ده، وده شيء اكيد شبيه من لندن. يعني متوسط 1200 جنيه للغرفه الواحده، ده عشان تجيب حاجه معقوله. بالنسبه للاماكن الرخيصه هكتب لكم مع 10 ارخص مناطق ممكن تسكنوا فيها في اسكتلندا كلها، مش شرط في ادنبرا. الاماكن الحيويه بتكون غاليه، اما في مناطق بتبقى رخيصه. وممكن تعملوا سكرين شوت للمعلومات دي. وعشان يكون في علمكم انه الاسعار دي بتزيد كحد اقصى 12% سنويا.